اهلا اهلا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه وستر يا رب. طبعا استكمالا بقى لباقي التنظيفات بتاعت اوضتي واللي انا عملتها في المطبخ، فان شاء الله كل يوم فيديو بامر الله هوريكم انا بعمل ايه في البيت. قمت بقى الصبح، طبعا بره ما كانش نظيف لان برضو كنت سايبه البلكونه مفتوحه لان النور بيقطع بالليل، فما بقاش في منفذ اي هوا خالص غير البلكونه يعني. فالدنيا اتطربت وانا كان بقالي كتير ما شلتش تحت الكنب وعملت، فقلت بقى النهارده هشيل تحت الكنب واعمل. أه بس قلت وانا بقى بشتغل كده اشغل التلفزيون عشان بتفرج على مسلسل كريستال. بس بشغله عليه يعني على شاهد يعني. ما بتفرجش عليه على التلفزيون، انا اصلا ما بتفرجش على التلفزيون اللي هو العادي، انا دايما بتفرج على النت يعني. بس فهنا بقى ايه، قلت انضف الحاجة لان كان يوسف كان بياكل هنا امبارح، فوقع بقى رز وكده عليها. وبالليل بقى لما النور قطع وكده نمت طبعا كالعادة بعد ما النور جه، فما خدتش بالي غير الصبح. قلت مش مشكلة، انا كده كده يعني ايه، كنت ناوية اشيل السجاد وامسح يعني. المهم انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، اخباركم ايه؟ قولولي بقى ايه رأيكم في جودة الفيديو والتصوير والمونتاج قولولي يعني، حاولوا تشجعوني كده. ويا ريت اللي يدخل يتفرج ما ينساش يعمل سبسكرايب لو سمحتوا، لان في ناس كتير قوي بتتفرج على الفيديو من غير ما تعمل سبسكرايب. فارجوكوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وعشان كل ما انزل فيديو يجيلكوا اشعار بيه. هنا بقى كنت برص الحاجة وبلم الهدوم لان انا قلعته هنا امبارح بالليل وما شلتش الهدوم، سبتها زي ما هي كده. طبعا انتخت اخر اليوم بقى اللي هو انا اصلا مش قادرة اشيل حاجة من الارض ومش قادرة اعمل حاجة، فخلي الحاجة كلها زي ما هي كده، والصبح ان شاء الله لما اصحى ابقى اعمل. انا ده مبدئي، ما بحبش اروق بالليل. كان يوسف وهو صغير كنت بروق بالليل بصراحة يعني، ما كان لسه بيبي، ما كان نومه متشقلب بقى وما بصدق ينام ساعة وساعتين والكلام ده، كنت منظف بالليل. لكن لما كبر بقى وبقى ينام معايا ويصحى معايا ونومه بقى متظبط والكلام ده، وكان بينزل الحضانة كمان، قلت ملهاش لازمة يعني، ما استفاد بنوم بالليل، ونوم بالليل اصلا صحي، ما استفاد بيه وهو كده كده اصلا طول اليوم بيبقى في الحضانة. فبالنسبة لي هعرف اروق براحتي، هو مش هيبقى موجود اصلا. فايه اللي يخليني اصحى ابقى افضل سهرانة بالليل؟ انا اصلا يعني انا زمان كنت بحب السهر، دلوقتي بقيت لا، بقيت النوم بدري بالنسبة لي افيد لي لا. وعشان هو كمان عشان عارفه ان الاطفال نموهم بيزيد بالليل، فايه اللي يخليني اشقلب له يومه يعني. المهم جبت بقى المقشه و... وقلت اكنس كده، شلت طبعا السجاجيد. ما كانش فيه تراب قوي لان انا بقولكم كنت مسحه من كام يوم، بس ما كنتش مسحت من تحت الحاجه بصراحه يعني، مسحت كده بس ايه من تحت السجاجيد، شلت السجاجيد ومسحت ورجعتها تاني، لكن ما مسحتش من، ما شدتش الكنب وكده. فقلت النهارده بقى بما ان يعني الدنيا مطربه واكيد الدنيا زادت تراب بسبب البلكونه، وعارفه طبعا ان الكنب المفتوح ده بيوقع تحته حاجات، يعني هتشوفوا تحت الكنبه دي طالع من تحتها حقيقي بلاوي لعب بقى، مكعبات، ومع ان انا ضد اصلا ان هو يطلع لعبه بره، بس بصراحة ما برضاش ان انا اكتم حريته يعني، بقول برضه هو طفل واحد ومفيش حد بيلعب معاه و... وانا وبابا بنفضل قاعدين بره عشان التلفزيون وكده، وهو بيفضل قاعد لوحده في الاوضه، فانا فكره ان هو يقعد لوحده انا بقلق منها، لان انا عارفه ان الاطفال اللي بيقعدوا لوحدهم ممكن يجيلهم توحد، ممكن يخلقوا شخصيات ويقعدوا يتكلموا معاها. فانا بصراحة بخليه عادي انه يبهدل بره، اسمه قاعد في وسطنا ومعانا احسن ما يقعد جوه لوحده ولاقيه طالع لي واحد مجنون من جوه. فلا بصراحة لا يعني ما بحبش كده، وبعدين هو بصراحة ما بيضايقناش يعني، طول ما هو قاعد بيلعب ما بيزعجناش ولا صوت عالي ولا بيصوت، هو مش هقول لكم هادي، هو شقي بصراحة يعني، هو كطفل وولد شقي، بس شقاوته الحمد لله معقولة يعني، تحمليها ما تبقيش مخنوقة يعني. فالحمد لله ربنا يبارك لي فيه يا رب ويخليه ليا، ماليش غيره اصلا في الدنيا. وزي ما قلت لكم انا مش ناويه اجيب تاني يعني لحد وقتنا هذا يعني، انا ده قراري وقرار جوزي طبعا ان احنا مش ناويين نخلف تاني. ف فمش عارفه هو لحد دلوقتي يعني احنا مقتنعين بالقرار ده، لان انا لسه قدامي موال كبير قوي واكيد الناس اللي قاعده في ايجار جديد هيبقوا فاهمين ان انا لسه يعني هجيب شقه
وقصة، والشقق دلوقتي غالية، وانا مش هبقى عايزة اقعد في اي منطقة. ابقى عايزة مثلا اقعد في المعادي، في زهراء المعادي، في الحتت دي عشان تبقى جنب المدرسة اللي انا ناوية ادخلها له. فالشقق اصلا في المناطق دي مليون ومليون وشوية يعني، بارقام. ففكرة ان انا اجيب طفل تاني دلوقتي والحاجة غالية والبامبرز، واصلا انا يعني عندي يعني يوسف رضع صناعي. ف فاكيد البيبي اللي جاي الله اعلم، بيقولوا لي رضع صناعي بيفضل طول، يعني بتفضل طول عمرها بترضع صناعي، الله اعلم يعني. فيرضع صناعي. دلوقتي علبة اللبن انا كنت بجيبها ساعتها ب130 جنيه او كده، دلوقتي العلبة معدية 300 جنيه. ف وانا يوسف كان بياخد 9 علب في الشهر او 8 علب في الشهر، لانه كان هو اكله الوحيد. فقصة، والبامبرز برقم والاكل والشرب واللبس، ده اللي هي بديهيات الحياة يعني. فلا ما اعتقدش ان انا ممكن اخد التجربة تاني. والحمد لله انا بدأت افوق. انا كنت فعلا متهانة، ما كنتش بخرج، ما كنتش بروح في حتة، ما كنتش بعرف انزل، كنت قاعدة في البيت طول الوقت. كنت تقريبا بشوف جوزي صدف في البيت، اللي هو ممكن هو جاي احنا بننام، يعني اللي هو انا يومي مقلوب بقى يعني، فانا ما بنامش، انا هو نص ساعة ولا ساعة اللي بنامها. ولو نام لازم اقوم اشوف ورايا ايه، واعمل اكل واعمل كذا. فلا انا بدأت افوق يعني صراحة. آه، فلا يعني مش قادرة اخد التجربة تاني، يعني كل واحد ومقدرته، وربنا يعني ايه بيدي كل واحد القدرة يعني. فانا حاسة ان انا ما عنديش القابلية ان انا ممكن اخلف طفل تاني، خصوصا انا ما عنديش حد يشيل معايا. اختي معاها 2 ربنا يخليهم لها، مامتي بتشتغل. واخواتي اختي التانية بتشتغل برضو صغيرة لسه ما اتجوزتش، فحرام يعني. واخواتي الولدين لا يعني ما فيش مجال طبعا. فانا لوحدي، فانا كده كده شايله لوحدي. ف... فالموضوع صعب يعني ان انا اجيب تاني. المهم ما طولش عليكم، قولي طولي يا رودي عادي. هنا خلاص جبت الجردل بقى وبدات امسح، وطبعا انا شديت الحاجه ومسحت تحتها. قولولي ايه رايكم في زاويه التصوير. طبعا انا شلت هنا السجاده عشان التانية خلاص اتهانت، وقع عليها عصير بقى ميكس وكده فاتهانت، فقلت اشيلها وانزلها المغسله. يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه عشان تبقوا عارفينها عني. يعني ان شاء الله نفضل مع بعض. انا ما بغسلش السجاد في البيت. انا ما يعني انا عندي مبدأ هين قرشك وما تهينش نفسك. فسكت بقى الناس اللي على اليوتيوب اللي جايبين سجاجيد وامرش امرش امرش واعمل. طب ليه يا حبيبتي؟ يعني ليه ما تنزليها لراجل يغسلها المتر ب5 ولا ب10؟ اكرم لك، بدل ما تقعدي تحضري في صابون وايديكي تبوش ورجليكي وظهرك يتقطم. فليه يا حبيبتي ما نزليها للراجل؟ فيها ايه يعني؟ ما مش هتيجي يعني. هتنزلوا كام سجاده؟ 20 سجاده، هما 3 4 سجاجيد، هياخد منك كام؟ 200 جنيه. اشتري نفسك بيهم. اه انا عارفه ان في ناس ممكن يكون 200 جنيه بالنسبه لها رقم كبير، بس برضو يعني ما مش عارفه. فلا انا ضد غسيل السجاد في البيت بصراحه. الستاير ممكن اغسلها، لكن بتاعه السفرة اللي هي القطيفة شوية دي ما بحبش ادخلها الغسالة صراحة، بخاف عليها. دخلتها مرة وبس، هو بقى بيجيبها لي متعطرة ومكوية وكده. لكن الستاير الشيفون عادي بغسلها، ما فيش مشكلة، بحطها في الغسالة وقشطة يعني. بقى اول ما تطلع بعلقها على طول، حتى لو هي بتطلع مندية اصلا فبعلقها على طول. المهم هنا بقى فرشت السجاجيد، وكنت بظبط الركن كده عشان ما كنتش عملتها، وحطيت الترابيزه اللي يوسف بيذاكر عليها عشان ما يجي من الحضانه نعمل بقى الهومورك. بس وده كان فيديو النهارده. ده ادي كده جوله بعد ما خلصت. ده كان فيديو النهارده. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، وقولوا لي عايزين تشوفوا فيديوهات ايه الفتره الجايه، عشان انا ان شاء الله ناويه اعمل لكم فيديو قوي حلو جدا جدا جدا. استنوني بقى ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. باي باي. وفي انت اسمك ايه؟ يوسف. يوسف ايه؟ اسمك اوفي ولا يوسف؟ أوفي. اسمك اوفي. أوه. عندك كام سنة؟ 3. شاطر. ماما اسمها ايه؟ رودي. رودي. وبابا اسمه ايه؟ كريم. شاطر. شوفوا سمام. الله. يلا اشرب بقى. أقول لك إيه يا ماما؟ نعم يا حبيبي. يسوع وقع. ايه اللي وقع؟ أوفي. يلا اشرب. هتاكل؟
هم؟ مش هتاكل؟ ما اكلتش العنب ليه في الحضانه؟ انا زعلانه منك. ها قطه، ما اكلتيش ليه العنب؟ هم؟ طب يلا يلا عشان نعمل الاكل. يلا يلا بقى، يلا عشان نعمل الاكل يا حلو. ها بصلي، اوفي، عشان قلت ما نلعبش في البوتاجاز. يلا قول باي. باي.